وعن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم. هذا أيضا من أذكار الأماكن. قال القرطبي رحمه الله: وهذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي، يعني كيف لدغتني العقرب؟ فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، فقلت لنفسي ذاما لها وموبخا ما قاله عليه السلام للرجل الملدوغ: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات لم يضرك شيء.